لقائنا الثاني معاكم على الهواء مباشرة. لقاء يتكلم على رياضة الجمباز، أهمية الرياضة دي خاصة بالنسبة للأعمار الصغيرة. من إمتى بالظبط يقدر الطفل أو الطفلة يمارسوا رياضة الجمباز، وأهمية رياضة زي دي بالنسبة للصحة الجسدية للأطفال إيه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال لقائنا مع ضيوفي الكرام اللي موجودين معايا في الاستوديو. من الشمال برحب بضيفي الكريم الكابتن احمد جمال ابراهيم، مدرب جمباز معتمد من الاتحاد المصري للجمباز والحاصل على ماجستير التربيه الرياضيه من جامعه الزقازيق. اهلا بحضرتك معانا يا كابتن. يا استاذ اسماء، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بصحه وسلامه. كمان منورني ضيوفي الكرام الصغيرين في السن لكن الكبار في الانجازات ما شاء الله، وده اللي هنشوفه بقى ونعرفه مع بعض من خلال اللقاء، لان هم محققين بطولات جنب الكابتن. برحب بمحمد احمد عطيه، مش كده؟ اهلا بيك يا محمد. علي صوتك عشان اسمعك، انت كنت بتتكلم قبل اللقاء. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. وجنب محمد موجود معايا ادم السيد عبد اللطيف. اهلا بيك يا ادم. الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. انت صوتك اعلى شويه من محمد. عجباني تسريحه شعرك يا ادم، جميل. طبعا من خلال اللقاء كمان شويه هنعرف مع بعض البطولات اللي نجومنا الصغيرين وابطالنا ربنا يحميهم محققينها، لكن خلينا نبدا بالطبع مع كابتن احمد. برحب بحضرتك مره تانية يا كابتن. اهلا بك يا اسماء. خلينا ندي المشاهدين في البدايه فكره عن رياضه الجمباز وشروط ممارسه الرياضه دي. من امتى السن بالظبط، وايه الحاجات اللي بتركزوا فيها، بتركزوا من خلالها على الاطفال؟ يعني لازم الطفل يكون بيتمتع بايه بالظبط في صفات جسديه عشان يقدر يمارس رياضه الجمباز؟ تمام. لعبه الجمباز مبدئيا هي لعبه ممتعه للمشاهد او الممارس، لان اولا بتتطلب من الفرد ان هو يؤدي مجموعه مهارات حركيه بشكل انسيابي مترابطه مع بعضها على اجهزه مختلفه. وطبعا الاجهزه دي عندي بالمعنى كده ان في عندي جمباز فني رجال وجمباز فني انسات، وكل جنس من دول عنده اجهزه مختلفه. الفني رجال عندي 6 اجهزه: جهاز حركات ارضيه، عندي حصان قفز، حصان حلق، جهاز حلق، عندي جهاز متوازي، عقله. الانسات 4 اجهزه: عندي جهاز حركات ارضيه، عرض التوازن، عندي متوازي، عندي حصان قفز. حركات الجمباز بتتطلب ان انت احيانا بشكل كبير بتعمل حركات ضد قانون الجاذبيه الارضيه، فده بيتطلب ان الفرد يكون عنده قدره عاليه من القوه والمرونه والتوافق العضلي العصبي عشان يقدر يؤدي المهارات بالشكل اللي احنا بنشوفه بالشكل الاحترافي ومع خطوط وصعوبه المهارات. الحاجه الثانيه سن الجمباز احنا بنبدا انسب سن من 3 ل 4 سنين عشان اختيار الاطفال للعبه الجمباز، لان الفتره دي هي فتره اللي يعتبر المفاصل والعضلات لسه لينه، تقدر ان انت تفتح المرونات لاقصى مدى في مرونه المفاصل وتوسع المدى الحركي، عشان بعد كده هتتبني عليها القوه والمرونه اللي تأهل للطفل ده يقدر يؤدي مهارات بشكل ممتاز في مراحل الكبر. فمعنى كده ان الطفل اللي بيجي في سن كبير بيبقى صعب انه يقدر يؤدي مهارات الجمباز، لان بتبقى عنده المرونه بدات المرونه انها تقل عند الولد، بالنسبه لان كل ما الولد بيعدي سن ال5-6 سنين بتبدا القوه العضليه عنده تزيد فالمرونه تقل، فصعب ان انت تبدا تنميها له. فانسب سن عشان تكتسب الطفل المرونه العاليه لازم من 3 ل 4 سنوات. يعني محمد وادم عندنا بداوا يلعبوا من هم من سن 4 سنين هم بيلعبوا. يعني مع حضرتك بقى لهم فتره، بقى لهم عدد من السنوات؟ مش اقل من 6 سنوات تقريبا و7 سنين شغالين مع بعض. خلينا نروح لهم بقى يا كابتن ونعرف منهم شويه معلومات. محمد، وهم بيقولوا لي بقى شويه معلومات عنك كده قبل اللقاء. عرفت ان انت حصلت او اخدت المركز الثاني والميداليه الفضيه طبعا في بطوله كاس الجمهوريه للجمباز الفني رجال تحت 11 سنه، مش كده؟ مبروك. الله يبارك فيكي. البطوله دي اتلعبت امتى؟ في شهر 12. تمام. انت دلوقتي عندك 10 سنين؟ 11. انت في سنه كام؟ سنة 5 ابتدائي. اخبار الدراسه ايه؟ حلوة. شاطر في الدراسه زي الرياضه كده؟ مم. ربنا يحميك. نفسك لما تكبر تطلع ايه؟ طيار. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله تطلع طيار، وتطلع كمان تبقى لاعب جمباز مشهور ومعروف وتحقق بطولات كتير. وريني بقى، انا شايفه ما شاء الله
معايا حبة ميداليات حلوة كده. امسك لي كده ميدالية ميدالية وقول لي. طلعهم كده صورة من فوق. دي يعني بطولة تحت 7 الأولى. دي تحت 7 الأولى، دي كأس دي مصر. دي دهب مش كده؟ مم. اه دي تحت 7، يعني دي لعبتها من حوالي 4 سنين مثلا تقريبا. أو 5 سنين كمان. أيوه. ودي دي بطولة تحت 7 التانية كأس مصر الجمهورية. دي كأس الجمهورية. كاس مصر اول بطولة، البطولة آه. التانية بطولة الجمهورية. اه ودي بطولة ايوه تحت 8 الأولى. ما كاس شاء مصر. الله. كأس دي مصر. برضو دي المركز الأول طبعا ذهبية. ودي تحت 8 التانية بطولة البطولة الجمهورية. التانية بطولة الجمهورية. ما شاء الله. وال و... و... دي بطولة أيوة. تحت 9 الأولى ما شاء الله. كأس مصر. دي بطولة تحت 9 التانية. ما شاء الله. بيبقى فيه بطولتين دايما كل سنة يا كابتن؟ كل موسم عند كل مرحلة سنية بطولتين، كاس مصر، بعدها لا فترة شهرين 3 بطولة الجمهورية. تمام. حضرتك اللي بتختار المجموعة اللي هتشارك في البطولات، يعني بيبقى في فريق كبير، هل كله بيشارك في البطولات ولا بتختار لعيبة معينة؟ بننتقي انت طبعا عندك اجباري وعندك مهارات بتشتغل عليها طول الموسم. الطفل اللي بيبدأ ان هو يحقق مستوى عالي من المهارات، المستوى الاحترافي، ويقدر يقدم مستوى كويس، ده اللي بنبدأ نختاره. كمان المواصفات الجسمانية للطفل، يعني مثلا الواد اللي مثلا عنده مرونة عالية، عنده طول الطرف العلوي للطفل ان هو يقدر يبدع ويقدم مهارات مستوى ممتاز، ده من ضمن المقومات اللي انا بختار عليها الطفل ان هو يقدر يكمل معايا ويشارك في البطولات. كان عندك حد في البيت يا محمد بيلعب جمباز ولا انت اللي كنت حابب ان انت تلعب؟ أنا. لكن ما كانش في حد من اخواتك مثلا ليك اخوات اكبر منك؟ لا. انت الكبير؟ مم. انت اللي قلت لبابا والماما ان انت عايز تلعب جمباز وودوك بقى على طول بعدها؟ والكابتن اكتشفني قبلها، فانا حسيت ان انا عايزه العب لعبه الجمباز. برافو عليك. انا مبسوطه بيك ولسه هتكلم معاك اكتر وهعرف منك معلومات كتيره، بس خليني بقى اروح لادم. ادم، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 10 ونص. انت في 5 ابتدائي برضو قد محمد؟ لا رابعه؟ لا انا في سنة تالتة، بس انا متأخر بس. مش مشكله، يعني احنا متاخرين، بس اكيد ان شاء الله بتعوض في الدراسه زي ما انت متفوق كده في الرياضه، صح؟ وريني بقى الميداليات اللي انت ماسكها، ما شاء الله برضو هي ميداليات كتيره زي محمد، فامسكهم لي كده. بص طلعها ميداليه ميداليه، يعني طلعها كده عشان انا والجمهور نشوفها. طلع كلها. ايوه يعني الميداليه اللي انت مسكتها دي امسكها لوحدها، ارفعها كده شويه. ايوه دي ميداليه ذهب، دي كانت فين بقى؟ دي كانت بتاعت تحت 8. تحت 8. دي كانت نبدأ من تحت 7. تحت 7 كاس مصر. ماشي. وخدت فيها المركز الاول. برافو عليك. طيب وريني بقى الميداليات التانية، واحدة واحدة كده امسكها، ارفعها، ننزل اللي احنا اتكلمنا عليها ونرفع واحدة تانية. دي بطولة تحت 7 الجمهورية، البطولة التانية. تحت 7 الجمهورية. طيب وريني الميداليات التانية. اما دي تحت 8 البطولة الأولى. كاس مصر. برافو عليك. برافو عليك. انت يعني من ايام ما كنت اصغر من 7 سنين وانت بتشارك في البطولات زي محمد كده. برافو عليك. ووريني بقية الميداليات. ودي البطولة التانية اللي تحت 8. برافو عليك. الجمهورية. جميل. انت كل سنة بتشارك في البطولات اللي بتتعمل مش كده؟ برافو عليك. دي تحت 9 اللي انت ماسكها دي، مظبوط؟ مظبوط. دي برضو المركز الاول. برافو عليك. اخر بطولة شاركت فيها ايه؟ اخر واحدة خالص. اخر واحدة كانت تحت 10. تحت 10 اللي هي فين بقى في الميداليات دي؟ هي دي؟ دي اول بطولة في تحت 10 دي اللي انت لعبتها في شهر 12 اللي فات؟ شفت انا حفظتها من خلال كلام محمد، انا عرفت التاريخ. برافو عليك. انا مبسوطه بيك يا ادم. انت اللي كنت عايز تلعب جمباز ولا حد في البيت هو اللي قالك اقترح عليك يعني تعالى تتمرن جمباز واللعبه دي حلوه؟ محدش اقترح عليا، انا بس كنت رايح بس التمرين بتاعي، فجأة انا شفت التمرين ده، انا قلت ان انا عايزه اتمرن. يعني انت كنت بتتمرن لعبه تانية الاول مش كده؟ كنت بتتمرن ايه؟ كنت بتمرن كاراتيه الاول. وبعدين وانت رايح النادي لقيت
اطفال تانيين بيلعبوا جمباز فحبيت ان انت تتمرن. اه عشان لقيتهم ان هم بيعملوا حاجات حركات صعبة؟ حلو. فقلت لماما وماما وافقت على طول وديتك تلعب بقى، مش كده؟ هي والبطولات بقى كل ما بتاخد مركز وبتحقق بطولة ماما بتديك مكافأة بقى هي وبابا، بيبقى فيه جايزة حلوة؟ طيب حلو. واكيد محمد طبعا. هرجع بقى لمحمد مرة تانية. قول لي محمد، يعني زي ما قال لنا كابتن أحمد بالنسبة للرجال، انتوا بقى رجال صغيرين، في 6 أجهزة بتتمرنوا عليها صح؟ قولي كده ال6 أجهزة، يعني الكابتن قالهم لينا، بس قولي ال6 أجهزة دول ايه أكتر جهاز انت بتحبه، والجهاز اللي بيبقى صعب قوي بالنسبة لك؟ احكي لي كده. لا كلهم حلوين. كلهم حلوين؟ ايه اكتر جهاز خدت وقت عشان تتمرن عليه، يعني احتاج منك مجهود كبير؟ كان ايه؟ مش فيه. كله كان حلو كويس بالنسبة لك يعني؟ برافو عليك. انا هروح بقى للكابتن مرة تانية. دايما بنسمع انه رياضة الجمباز يا كابتن هي مفتاح لكل الرياضات الاخرى، يعني حتى لو الطفل او الطفلة ما استمرش يمارس رياضة الجمباز لغاية مراحل متقدمة، لكن فكرة ان هو بيمارس رياضة الجمباز مع ممارسته لرياضات تانية ده ممكن يفتح له الطريق في الرياضات التانية دي، يأهله ان هو يبقى بطل متميز فيها. ده حقيقي؟ الكلام ده مظبوط، الكلام ده حقيقي، لان احنا لو قارنا النتائج والاحصاء اللي من الفتره اللي فاتت من اقبال اللعيبه على الاشتراك في بطولات الاتحاد المصري للجمباز، لو خدنا احصاء اعداد الاطفال اللي شاركت هتلاقي اعداد كبيره في المراحل الصغيره، بتيجي بعد كده سنه عن سنه بتبدا الاعداد دي تقل. كون ان هي بتقل ده معناه ان اللعبه دي مش قادره تكمل في لعبه الجمباز. لكن السؤال هنا من اول فتره اشتراكهم في لعبه الجمباز من سن ال3 سنين لغايه مثلا 6 سنوات او 7 سنوات، ال4 سنوات او ال3 سنوات العمر التدريبي للاعب اللي اشترك فيهم دوت اكتسب مرونه على من الجمباز. لعبه متكامله بتشتغل على كل عضله في الجسم، مش ينفع انك تهمل اي عضله، ومحتاجه ان انت تكتسب اللاعب مهارات هتأهله. كل الكلام ده كله هيأهله ان هو لو ما كملش في الجمباز وكمل في اي لعبه تانية هيوصل لمستوى احترافي فيها بناء على المرونه والقوه اللي اكتسبها والتوافق العضلي العصبي، هيأهله ان هو يكون ممتاز فيها طبعا لسهوله الالعاب التانية مقارنه بالجمباز. اكيد في نظام غذائي زي ما اي لاعب او لاعبه بيمارسوا اي رياضه تانية، في نظام غذائي بيبقى محدد ليهم. اكيد برضو بالنسبه للاعب الجمباز في نظام غذائي معين، وبالنسبه للسن الصغير اللي احنا بنتكلم عليه ده اكيد ده يعني بيبقى يعني بنبدا نعودهم بقى على نظام محدد كده يفضلوا ماشيين عليه طول عمرهم، مش كده؟ اكيد الكلام ده اخطر ما يكون السؤال ده بالذات، يعني ده لوحده يعني كلمنا حضرتك عن محتاج يعني التغذيه دي هي وفي التمرين كفتين ميزان بيكملوا بعض. لان اولا احنا لو المجهود اللي بيتبذل في التمرين مقارنه بالجمباز ان انت بتقعد تحرق حرق عضلي لمتطلبات الاجهزه، محتاجه قوه عقله ومتوازي وحركات ارضيه، انت في عمل عضلي كتير عضل بتحرق. مقارنه بيه لازم يكون تحط برنامج غذائي متوازن وصحي بيشمل كل عنصر غذائي. انت عندك لازم يكون في بروتين، عندك في كربوهيدرات، في عندك الدهون، عندك لازم يكون في فيتامينات، عندك املاح معدنيه، عندك المياه. البروتين طبعا ان كنا هنستخلصه سواء ان كنت الطفل هياخد عليه من مصدر حيواني او نباتي، الفرد بيحتاج الطفل في المراحل ديت 1.5 جرام لكل 1 كيلو من وزن جسمه، ده الفرد العادي. انما الطفل بالذات لعبه الجمباز بيحتاج احيانا 3 اضعاف الكميه ديت من البروتين يوميا. ونقص البروتين الطفل لو مش هياخد الكميه اللي محتاجها جسمه في الفتره دي ده هيبقى كارثه، هيأثر على عمليه النمو بالنسبه لاعضاء جسمه، هيؤدي الى فقر الدم، هيأثر كمان على ضعف العضلات وعدم قدره الطفل ان هو يوصل لمستوى احترافي بسبب نقص الغذاء اللي هو محتاجه. صرف النشويات طبعا مش هكتب باختصار شويه، النشويات طبعا لازم الطفل بيحتاج مثلا 500 جرام يوميا، لازم اعدد المصادر بتاعتها. عندي الدهون سواء بقى من الزبده او السمن او الزيت، بيبقى في جدول معين. واكيد بقى في المرحله الصغيره دي الام تحديدا بتشارك مع حضرتك في الجدول ده، بتاخد التعليمات وبتطبقها. احنا كل الكلام ده بتحط لنا مقننات مع دكتور تغذيه هو اللي بيحدد الكميه
لان الطفل بيحتاج الوجبه مش ثلاث وجبات، لا احيانا 4 وجبات عشان تقدر تبني العضلات وتوصل لمستوى ممتاز. لان التغذيه لو مش سليمه هيحصل نتيجه عكسيه، تمام. هيأثر بالسلب على العضلات. بتلتزم يا ادم بالنظام ده ماما بتعمل لك الوجبات المطلوبه كده وتحافظ عليها؟ اه بتروح التمرين كم مره في الاسبوع؟ بروح 5. 5 مرات؟ كل مره قد ايه عدد الساعات يعني؟ في يعني ساعه ونص ولا ساعتين؟ في 3 ساعات. 3 ساعات. وفي ده في رمضان 3. أما في غير رمضان؟ في غير رمضان بقى بنخلص نقعد 5 ساعات كده. قبل البطولات يا محمد بيبقى فيه عدد ساعات تمرين اكتر، يعني بتتمرنوا اكتر من العادي؟ بتتمرنوا قد ايه لو قبل بطولة؟ عادي بروح الكابتن بيكثفني عشان اتحسن البطولة، وبروح اتمرن مع أندية تانية ودي عشان اخد على جو البطولة. البطولة اللي جاية بقى ان شاء الله اللي هتخشوها في نهاية اللقاء كده قبل ما نخلص، البطولة الجاية اللي هتخشوها ايه يا محمد؟ تحت 12. دي هتبقى امتى؟ ميعادها امتى؟ شهر 9 ان شاء الله. يعني عندنا وقت يا ادم نستعد للبطولة دي ان شاء الله، مش كده؟ بإذن الله تشاركوا فيها وتحققوا ميداليات ذهب بإذن الله، وتجولي هنا برضو واستضيفكم واحتفل معاكم. أنا بشكركم، بشكر حضرتك كابتن، وبشكر محمد، وبشكر آدم، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يحميهم ودايما نشوفهم أبطال متميزين ان شاء الله رب العالمين. عارفين ان شاء الله. كانت أول حاجة طبعا ينفع، اتفضل. أنا مدي كل شكر للكابتن أحمد جمال والكابتن ياسمين جمال، وبالذات مد كل شكر للكابتن احمد. حبيبي يا ادم. حبيبي اكيد الكابتن بيشكرك، ويعني سعيده بعلاقه مش بس كابتن وابطال هو بيدربهم، دي علاقه اخوه وابوه يعني. اكيد طبعا. ربنا يحميهم يا كابتن، ومجهود حضرتك معاهم ما شاء الله يعني ملاحظ وموجود، وبإذن الله خلال الفترة اللي جاية والبطولات اللي جاية يحققوا نجاحات أكبر كمان. شكرا لحضرتك يا أستاذ أسماء. شكرا لحضرتك. بشكركم وكل سنة وانتم طيبين. مشاهدينا الكرام، وصلنا مش بس لنهاية لقائنا ولكن كمان لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات اللي احنا قدمناها لكم. احنا طبعا كنا سعداء جدا بوجودنا معاكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت قبل الميعاد ده بساعة، لكن ما تنسوش كل يوم في مجموعة عمل جديدة ومختلفة من مجموعات عمل يوم جديد. تابعونا كل يوم. إلى اللقاء.